حلقة جديدة من برنامج الجماهير تقييم وتحليل مباريات الدوري الممتاز، موسم 2015-2016. معاكم النهاردة في تحليل الأسبوع ال16 من الدوري الممتاز. أبدأ معاكم على طول اتلعب طبعا 9 مباريات كالمعتاد. أول مباراة معانا النهاردة بتروجيت وإنبي. المباراة اتلعبت طبعا في استاد السويس، استاد بتروجيت. بتروجيت في المباراة دي كان لعب قبلها 15 مباراة، ودي المباراة رقم 16. إنبي كان لعب 13 مباراة، وكان فاضل له مباراتين مؤجلتين، مباراة مع الأهلي ومباراة مع وادي دجلة. المباراة زي ما قلت اتلعبت في استاد استاد بتروجيت، استاد السويس. ده استاد بتروجيت. بدأ بتروجيت بتشكيل أحمد الشناوي ومحمد الدبش، معتصم سالم، دول 2 قلوب دفاع. أسامة محمد باك شمال، عمر حسن باك يمين، مصطفى شبيطة وأحمد شناوي 2 ديفندرات. أحمد مجدي بيلعب بيميل لنواحي الهجومية نسبيا وبيساعد في الناحية الدفاعية، وكريم طارق مع جيمس تيدي وأحمد جعفر 2 مهاجمين. إنبي بدأ بمحمد عبد المنصف، إبراهيم يحيى، رامي صبري 2 قلوب دفاع، محمد ناصف، صلاح سليمان. ويمكن دي حاجة غريبة، صلاح سليمان لعب في المباراة دي لأول مرة من فترة باك يمين، ومحمد ناصف باك شمال طبعا. محمود توبة، نور السيد 2 ديفندرات. أكرم توفيق معاهم برضو تقريبا زي نفس مركز أحمد مجدي في بتروجيت، بيميل للناحية الدفاعية والناحية الهجومية في نفس الوقت. أحمد شرويدة وصلاح عاشور تحت وائل فراج اللي هو اللاعب المهاجم الوحيد. بتروجيت دخل المباراة دي وهو عنده 22 نقطة وعنده 14 هدف وعليه 12 هدف. يمكن من الناحية الهجومية ما عندوش النجاعة الهجومية الكافية أو القوية، لكن ملاحظ إنه من الناحية الدفاعية من أقوى خطوط الدفاع الموجودة في الدوري المصري. على فكرة يعتبر يمكن المركز الرابع في أقوى خطوط الدفاع بعد الأهلي والزمالك، وبعد كمان إنتاج الحربي. هو في المركز الرابع. ويمكن الطفرة الكبيرة دي حصلت بعد تولي كابتن طلعت يوسف زي ما اتكلمت قبل كده كتير. بالنسبة لي إنبي قبل المباراة دي كان عنده 21 نقطة، عنده 22 هدف وعليه 16. يعني من الناحية الهجومية إلى حد ما يعتبر جيد، أو بمعنى صح بيميل لجيد جدا طبعا. لكن الناحية الدفاعية عندها مشاكل كتير. عنده 14 هدف، نفس المشكلة اللي حصلت، 16 هدف آسف، نفس مشكلته الموسم اللي فات. بتروجيت قبل المباراة دي كان فاز في 6 مباريات، تعادل انهزم 5 مباريات، تعادل في 4. وإنبي كان فاز في 5 مباريات وتعادل وانهزم في 4، انهزم في 3 مباريات آسف، وتعادل في 5 مباريات. ندخل على المباراة على طول. أنا ذكرت التشكيل. طيب الملاحظ في التشكيل ده إن بتروجيت بدأ بنفس الخطة والاستراتيجية اللي بيلعب بيها من بعد تولي كابتن طلعت يوسف، اللي هو بيميل أكتر إنه يلعب ب ثلاثي في منتصف الملعب، بيميل للناحية الدفاعية أكتر، بيميل للتأمين الدفاعي جدا، بيحب اللعيبة اللي بتنفذ خطط دفاعية أكتر منها خطط هجومية. ما بيفضلش كتير إنه يلعب بلعيبة عندها حتة الانفعال الهجومي على حساب الناحية الدفاعية. ما بيفضلش قوي اللاعب المهاري، اللاعب المبدع. يمكن ده مش في خطط كتير كابتن طلعت، بيحب اللاعب الموظف اكتر، اللاعب التكتيكي اكتر. ده ملحوظ جدا حتى في انتقالات يناير لما استغنى عن لعيبة مميزة جدا في الناحية المهارية زي مهاب سعيد وزي عبد العزيز إمام. ودي كانت نقطة غريبة بصراحة ملحوظة في يعني اللعيبة اللي مشيت في يناير من بتروجيت. بالنسبة لإنبي ملحوظة على التشكيل، يعني إلى حد ما برضه رغم إنه محتاج جدا المباراة، ورغم إنه جاي من نتائج سيئة، والوضع العام لإنبي يعني مش يعني عايز أقول مش يعني بالمستوى المأمول والمستوى اللي يليق بفريق زي إنبي وحجم اللعيبة الموجودة. لكن للأسف يعني عايز أقول من ناحية إنبي يعني إنه مازال بيتخبط، مازال عنده مشاكل، مازال مش قادر يحط إيده على مدير فني الأمثل اللي يبدأ يشتغل معاه بشكل صحيح. دي كانت أول مباراة لكابتن حمادة صدقي.
يعني ما قدرش يحط برضو ايده على التشكيل بشكل امثل. انا شايف برضو التشكيل فيه نواقص. في لعيبة كان ممكن تكون متواجدة. في لخبطة في التشكيل، في عايز اقول عدم ثبات للتشكيل بتاع انبي. نخش على طول في المباراة نفسها. آه، بداية المباراة أو الشوط الأول كان فيه ضغط دفاعي قوي من كابتن طلعت يوسف من فريق بتروجيت، وده يمكن ملحوظ من بعد تولي كابتن طلعت يوسف، إنه بيلعب دايما على الضغط الدفاعي القوي من نص الملعب. بيميل لحتة المان تو مان والدفاع المنطقة كمان في أوقات، يعني ده أوقات وده أوقات، بيعمل زي ميكس بين الاتنين. يعني هو بيتميز جدا بيقدر إنه يصنع كل أنواع الدفاعات، بيقدر يعملها بشكل مميز كابتن طلعت يوسف. ودي نقطة يعني مميزة فيه جدا، من أكبر المدربين اللي عنده نقطة دفاعية عالية جدا. آه، برضو يعني ملحوظ إنه في المباراة دي ما نزلش شامل سبيكلي من بداية المباراة، يمكن للمباراة التانية أو التالتة على التوالي. نفس الأمر استغناؤه عن عبد العزيز إمام زي ما ذكرت. المباراة في الشوط الأول كانت ضعيفة، كلها تمريرات مقطوعة. بالذات إنبي كمان كانت تمريراته مقطوعة كتير. في توهان. المباراة نفسها كانت مستواها العام في الشوط الأول يعني أقدر أقول يعني لا تزيد عن المتوسط، ويمكن ما كانتش في المستوى المأمول طبعا، لأن الفرقتين عندهم كورة وعندهم لعب مميز، والاتنين من الناحية الهجومية الطابع بتاعهم لعبهم هجومي بحت، لعبهم هجومي رائع بكل معنى الكلمة، بيحرزوا أهداف كتير جدا. الملاحظ في الموسم ده بالذات إن بتروجيت غير استراتيجيته زي ما ذكرت بعد رابع أو خامس مباراة بعد إقالة أحمد حسن وتواجد كابتن طلعت يوسف. فاتغيرت الاستراتيجية بكل معاني الكلمة. بقى الفريق زي ما ذكرت بيميل للتأمين الدفاعي أكتر، أنزل بنقطة أحافظ عليها ويا حبذا لو جبت 3 نقط، لكن المهم جدا عندي إني مقدرش النقطة دي. إنبي طبعا بعد التخبطات الشديدة مع هاني رمزي واللي توقعتها طبعا وذكرتها كتير قبل كده، وبعد كده تخبط لحد اللحظة دي مع يمكن هي أول مباراة بس لسه برضو الأداء مش اللي هو مع كابتن أحمد صدقي. وأنا قلت وذكرت وزي ما ذكرت على كابتن هاني في بداية الموسم، أنا بقول كابتن أحمد صدقي مش المناسب لفكر إنبي ولا أسلوبه ولا طبيعته ولا طريقته ولا اللي اتربى عليه لعيبة إنبي في أسلوب اللعب عامة من سنين طويلة. لا ما يعني ما يتناسبش، وده ذكرته مع برضو كابتن طارق العشري مع المقاولين، واكدت انه مش هيكمل مع المقاولين، ده حصل. فهي إيه، عايز اقول زي كاريزمات، زي توافقات كده، زي يعني نوع من التوافق بيبقى بين اللاعب بين المدرب وبين الفريق نفسه. مش بتكلم على اللعيبة، لا بتكلم على الفريق. منظومة اللعب في الفريق، اسلوبه، طبيعة الفريق نفسها اللي اتعودت عليه سنين طويلة. كل فريق بيبقى ليه زي بصمة. كل فريق بيكون ليه عايز أقول حاجة زي ماركة مسجلة زي ما بيسموها. بيبقى معروف إن الفريق ده مثلا طبيعة لعبه من سنين بتبقى هجومية، الفريق ده طبيعة لعبه دفاعية، الفريق ده طبيعة لعبه فيه ميكس بين الاتنين، الفريق ده طبيعة لعبه بيميل للتحفظ في أمور معينة وهكذا. الفريق ده بيحب إنه يلعب على البطولة، الفريق ده بيحب إنه يلعب على مناطق الدافئة. نوعية اللعيبة حتى اللي بتيجي في نوعية الفرق دي بتبقى يعني خلاص أنا عرفت إن الفريق كذا، عارف نوعية اللعيبة اللي بتيجي في الأغلب. يمكن ما عدا بعض المواسم البسيطة اللي بيكون فيه أحيانا طفرات أو بيكون فيه تغيرات في استراتيجية التفكير من ناحية الإدارة أو الطموح أو أسلوب العمل. لكن عامة أنا بتكلم عامة، فده اللي ذكرته. نفس الأمر بقوله على إنبي مع كابتن حمادة الصديقي، ما يتناسبش تماما مع طبيعة إنبي. وأتوقع إن إنبي هينهي الموسم ده في مركز وسط، مش هينهي أبدا في مركز متقدم، وهيفضل التخبط موجود، وهتفضل مفيش لسه البصمة أو الشكل العام بتاع إنبي اللي متعودين عليه مش هيظهر للأسف. أنا حاسس ده ومتوقعه جدا. وبقول للأسف وبكررها كتير لأن فريدة أنا قلت وذكرت كتير من فريدة، أنا كنت بأمل فيه جدا إنه ممكن يبقى ضلع تالت أو رابع بعد طبعا يعني انهيار الإسماعيلي اللي بقاله مواسم، وانهيار المصري اللي بقاله مواسم، والاتحاد بقاله مواسم. كنت متخيل إن ممكن يبقى ضلع مهم جدا مع الأهلي والزمالك عشان يحل المسابقة، تبقى المسابقة فيها نوع من الندية إلى حد ما، نوع من التنافسية إلى حد ما. يعني للأسف كل فريق بيحاول يطلع، بتقابله صعوبات وتقابله مشاكل وتقابله يعني حاجات كتير قوي اتكلمت عنها قبل كده وهتكلم كتير عنها الفترات الجاية إن شاء الله. نكمل المباراة. زي ما ذكرت المباراة كانت تمريرات مقطوعة، إنبي يمكن كان مستحوذ أكتر عامة. لكن
بتروجيت هو اللي عمل الهجمات الخطيرة أكتر، ودي استراتيجية اللي اتكلمت عنها، إن الفريق بيميل قوي إنه زي ما قلت أنزل مأمن جدا، ودي يعني الأسلوب لعب متعودين عليه من كابتن طلعت. لكن أعمل هجوم، عايز أقول دفاع ضاغط وهجوم مفاجئ. ممكن جدا المباراة كلها تبقى فيها 5 6 هجمات، لكن يبقى فيه نجاعة لإني بلعب على مرتدات في مساحات قصاد الفرق اللي بتهاجمني أو بتحاول تضغط عليا. وإنبي من نوع من الفرق اللي دفاعها هش، دفاعها سهل الاختراق من سنين. عايز أقول بالذات السنة اللي فاتت كان بيعاني من النقطة دي واللي قبلها كمان. فعايز أتكلم عن يعني ده الشوط الأول عامة. آه، الفرص في الشوط الأول كانت 3 فرص لبتروجيت، 2 لإنبي. بالنسبة للشوط التاني، الشوط التاني كان أسوأ بمراحل من الفرقتين. مفيش هجمات نهائيا تماما، كان اللعب كله في نص الملعب. التغييرات كانت متأخرة جدا، غير مجدية. يعني المباراة كانت يعني بشكل عام لا تزيد عن متوسط، يمكن متوسط في الشوط الأول، وفي الشوط التاني سيئة، يعني أنا أديها سيئة. في المجمل كانت المباراة أقل من المتوسط. التغييرات اللي زي ما قلت كانت متأخرة من الفرقتين: محمد رجب، شيميل سبيكلي، شيبو يعقوبو بالنسبة لي بتروجيت، وبالنسبة لإنبي أحمد سالم صافي وماريو مارتينيز. ودي كانت يعني تعتبر آخر مباراة لأحمد سالم صافي، لأن بعد كده اتنقل لحرس الحدود. طيب بالنسبة لتقييمي للاعبين في المباراة دي: بتروجيت التقييم العام أحمد الشناوي 8/10، محمد الدبش 7.5، معتصم سالم 7، أسامة محمد 5، عمرو حسن 5.5، مصطفى شبيطة 7.5، أحمد شناوي 7، أحمد مجدي 6، كريم طارق 5، جيمس تيدي 5، أحمد جعفر 5.5. مباراة سيئة لأحمد جعفر، من أسوأ مبارياته في الموسم. كريم طارق نفس الكلام، كان مباراة سيئة جدا منه، ما قدرش يقوم بأي شغل من المتعود عليه. يمكن كان الأميز مصطفى شبيطة بمجهوده الوافر بقفله على خط وسط إنبي القوي. بعد كده محمد رجب نزل 5/10، ما عملش أي حاجة. شيرين سبيكلي كان في أسوأ مستوى 5/10. شيبو يعقوبو اللي قال عليه أحمد حسن إنه هيكون مفاجأة، يعني أنا شفته واتكلمت عنه كتير إنه لاعب جيد، لكن مش بالفظاعة اللي كان بيقول عليه أحمد حسن. لاعب يعني ما قدرش يضيف كتير، ودلوقتي بقى بديل. شيبو يعقوبو 4/10. بالنسبة لإنبي، محمد عبد المنصف نجم المباراة الأول 8.5/10. ودايما أنا ذكرت إن محمد عبد المنصف أنا بفضله عن علي لطفي. بيدي أمان أكتر، عنده خبرات أعلى، مستواه ما بيتذبذبش جدا سواء أثناء المباراة أو من المباراة والتانية زي علي لطفي. وذكرت حتى إنه كان لو كان موجود في مباراة الزمالك كان هيقدر كويس إنه يتعامل مع الهدف الوحيد اللي دخل. الهدف بصراحة أنا شايفه هدف كوميدي إنه يدخل فيه علي لطفي. عامة إبراهيم يحيى 7، من أفضل مباراة إبراهيم يحيى. رامي صبري 7.5، من أفضل مباراة رامي صبري يمكن من سنتين أشوفها له، وهو كان أفضل لاعب في إنبي بعد محمد عبد المنصف. محمد ناصف 6، صلاح سليمان 6. يعتبر أداء جيد دفاعيا، لكن طبعا هجوميا ما كانش ليه تواجد، بيلعب في مكان غير مركزه. محمود توبة 7، برضه من أفضل مبارياته. نور السيد 7، من أفضل مبارياته رغم إنه بقاله فترة خارج نطاق الخدمة. أحمد شرويدة 7، برضه من أفضل مبارياته. وأحمد شرويدة ذكرت لأنه بدأ ياخد أكتر وهياخد أكتر، إن قدر يجيب مستواه اللي كان عليه في المصري هيبقى من أفضل لاعبين في الدوري المصري، وهيبقى مهم جدا. أكرم توفيق 6، برضه ما ظهرش أكرم توفيق بالشكل اللي قالوا عليه، أنا شفته في مباراتين أو 3 لسه برضه. صلاح عاشور 6.5، من أقل مبارياته. والفراج من أسوأ مبارياته، يمكن في موسمين متتاليين 5/10 وخرج. اللي نزلوا أحمد سام صافي 5/10، لسه بيدور على نفسه، تايه، ما بيتوظفش في أماكن صحيحة. هو بيلعب دايما في ناحية هجومية، في ناحية الوينج اليمين، جناح أو تحت رأس حربة من الثلاثي أو الثنائي اللي بيكون تحت المهاجمين. للأسف بيلعب في الباك اليمين، ودي مشكلة كبيرة. ماريو مارتينيز 6، برضه محتاج ياخد أكتر، لاعب عنده إمكانيات. مش عارف يعني كل مدير فني بيجي يعني ما بيحطوش في الواجهة ليه، ما بيحطوش في الصورة ليه، مش قادر أفهم، رغم إنه لاعب جيد. يعني أنا شايفه لحد اللحظة دي لاعب جيد يجي منه، لاعب ممكن يطلع منه حاجات كويسة أوي. فده شيء غريب، يعني إن أنا مش عارف ليه لحد دلوقتي كل المديرين الفنيين ما بيعتمدوش عليه. ده بالنسبة باختصار لمباراة بتروجيت وإنبي في الأسبوع الأول. ندخل على المباراة التانية. المباراة التانية هي مباراة الاتحاد والأهلي. طبعا احنا ماشيين زي ما قلت بتسلسل زمني
علشان يبقى ماشيين مع تسلسل المباريات أو تسلسل إقامة المباريات. الاتحاد السكندري قبل المباراة دي كان ليه مباراة مؤجلة، ليه لعب 14 مباراة، كان ليه مباراة مؤجلة زي ما ذكرت، ليه 22 نقطة، ليه 10 أهداف، من أقل الفرق اللي أحرزت أهداف، النجاح الهجومية عنده ضعيفة جدا، عليه 15 هدف. يمكن الدفاع إلى حد ما يعني جيد. فاز في 6 مباريات، انهزم في 4 مباريات وتعادل في 4 زيهم. تمام، وتعادل في 4 زيهم. ليه مباراة مؤجلة زي ما ذكرت. بالنسبة للأهلي قبل المباراة دي 13 مباراة، لسه ليه مباراتين مؤجلتين، مع لسه ليه مصري وكمان انبي. الأهلي كان قبل المباراة دي ليه 32 نقطة، أهداف 25، أنا آسف 29 نقطة. الأهداف الأهلي حرز 23، عليه 10، يعتبر من أقوى خطوط دفاع في البطولة بعد الزمالك. فاز في 9 مباريات وانهزم في 2 وتعادل في 2. المباراة طبعا اتلعبت في استاد اسكندرية. بدأ الاتحاد بمحمود السيد حراسة المرمى، عمرو نبيل وأحمد السيد 2 قلوب دفاع، هشام شحاتة باك شمال، محمود شعبان باك يمين، محمود كابونجا وعاشور الأدهم 2 ارتكاز، كريم مانش وأحمد الألفي ويوسف أوباما 3 تحت رأس الحربة الوحيد محمد شعراوي. بالنسبة للأهلي بدأ بشريف إكرامي، أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد فتحي باك يمين، صابر رحيل باك شمال، حسام غالي، حسام عاشور 2 ديفندرات، عبد الله السعيد، رمضان صبحي 2 تحت 2 مهاجمين، عماد متعب وجون أنطوي. طبعا يعني ملحوظات على التشكيل. أبدأ بالاتحاد زي ما عودتكم إني بتكلم ملحوظات عن التشكيل. تشكيل الاتحاد أنا شايفه يعني إلى حد كبير الأفضل المتاح، وأنا ذكرت كتير واتكلمت إني أنا بعذر تماما المدير الفني لونيل بونش، اللي انا شايفه وبقولها وقلتها حتى من اول مباراة، شايف انه واعد ويجي منه وعنده امكانيات مميزة. ومش هذكر كلام كتير، طبعا قلته وذكرته كتير. فانا بعذره جدا، القماشه اللي عنده ذكرت كتير، القماشه اللي عنده محدودة جدا، ومن اضعف القوائم الموجودة في الدوري، خصوصا بعد استغناء عن افضل لاعب رمزي خالد ومشيان او هروب الاثنين الافارقة او الاجانب الافريقي والبرازيلي. عنده مشكلة كبيرة. وحتى كمان استغناء عن باسم عيد كمان لأسوان، يعني استغنى عن مجموعة وما جابش زيها. فعنده مشكلة كبيرة إن بيلعب ناقص 4 أو 5 لعيبة مهمين. فيعني ده الأفضل، وأنا شايف إن تشكيل لحد كبير هجومي كمان، يعني تواجد كريم مانش، أحمد الألفي، يوسف أوباما، محمد شعراوي، رباعي مميز تحتهم عاشور الأدهم. فأنا شايف كتشكيل لا يعني مميز وبيلعب على الفوز. بالنسبة لي الأهلي، أنا شايف التشكيل أول مرة يلعب كابتن عبد العزيز باتنين مهاجمين وتحتهم 2 بدل الخطة المعتادة 3 تحت راس حربة وحيد. النقطة التانية الدفع بعماد متعب وجون أنطوي بيدي ثقة لمجموعة لعيبة ما كانتش واخدة الثقة الكافية في فترة المرحوم بسيرو. يعني عايز أقول إنه عماد، انا كنت مع مدربين كتير واتكلمت وقلت الكلام ده، اني مش مع انه يعني يدفع بيه في بداية المباريات. مجهوده البدني خلاص يعني بقى مش زي الاول. قرايته للمباريات ما بقتش برضه زي الاول. بقى ما بيعندوش النجاعة الكافية، ما عندوش حتة عايز اقول الخطورة اللي كان بيشكلها زي ما بيلعب في الشوط التاني او بيلعب في فترات محددة. جون أنطوي لا، جون أنطوي فعلا هو اللي محتاج يبدأ من البداية. وذكرت إنه لازم يبقى مهاجم رقم 2 في الأهلي بعد مالك إيفونا. وأنا قلت يعني ذكرت الترتيب ده، ارجعوا لي كلامي عن تقييمي لقائمة الأهلي من 4-5 شهور فاتوا، وقلت الترتيب ده بالظبط اللي دلوقتي حتى يمكن كابتن عبد العزيز بدأ يمشي عليه بعدها ب5 أو 6 شهور بعد تجريب ويحط ده شوية ويحط ده شوية. مش بتكلم على كابتن عبد العزيز طبعا، بتكلم على كل المدربين اللي جم في الأهلي في الفترة دي. فعايز أقول إنه لا يعني الحمد لله، يعني توقعته وده اللي بيحصل دلوقتي. مالك إيفونا رقم 1، جون أنطوي رقم 2، متعب سوري ذكرت عمرو جمال، أنا كنت ذكرت محمد حمدي زكي كمان. والحمد لله كلامي تأكد لما
حاولوا يعملوا له إعارة ومسك كابتن عبد العزيز وتمسك بوجوده، وأنا متأكد إن لو كان موجود وقدر يلحق الإعارة كان هيخليه مهاجم رقم 3 اللي يكون بديل للاتنين الأساسيين، أو يكون تحت زي ما ذكرت يلعب من ناحية اليمين كجناح، يكون بديل مثلا، أو يكون مع مؤمن زكريا ورمضان صبحي ووليد سليمان وأحمد الشيخ. والرابع يكون عمرو جمال، انا ذكرت كده، واحمد متعب بيستعينوا بيه في توقيتات معينه، وكلمت حتى ان لازم يا عمرو جمال يا احمد عبد الظاهر يمشي واحد من الاثنين دول. وذكرته واديت شرط ان يا عمرو جمال لو ما التزمش وفضل يعني حته اللعب كمهاجم اول، او ان انا ارجع زي ما كنت قبل الاصابه، لا، يبقى انا بقول ان عمرو جمال اللي يمشي ويفضل موجود احمد عبد الظاهر، لانه لاعب ملتزم، لاعب خلوق جدا، لاعب ما بيعملش اي ازمات، ما بيعملش اي مشاكل، وتقريبا مستواه ما بينزلش قوي زي ما حصل مع عمرو جمال. انما لو في حاله التزم عمرو جمال ورجع الى حد كبير لمستواه، هو الافضل من احمد عبد الظاهر، ويستحسن ان احمد عبد الظاهر هو اللي يمشي، والكلام ده من اول الموسم، يعني الكلام ده في فتره الانتقالات الصيفيه في شهر 8 تقريبا. المهم، فأنا شايف إن التشكيل يعني ده الجديد فيه. برضو مازال الدفع بيه أو الحرص على الدفع برمضان صبحي، برضو الحرص على الدفع بعبد الله السعيد. لا، أنا شايف إن لازم عبد الله السعيد ياخد راحة. عبد الله السعيد زي ما ذكرت ما لعبش غير شوط واحد كافي جدا، أو 60 دقيقة كافي جدا 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 بالنسبة له. عبد الله السعيد مستواه بيتذبذب أثناء المباراة الواحدة، بيتذبذب من المباراة الأخرى. لا، أنا شايف عبد الله لازم يكون بديل. صالح جمعة أفضل ياخد هو من البداية، يكون موجود أساسي مؤمن زكريا. مؤمن زكريا لاعب فيه كل المميزات اللي الأهلي محتاجها، سرعة، وعايز أقول خطورة هجومية أو النجاعة الهجومية عنده عالية جدا. يعني بيلعب في أكتر من مركز في نص الملعب، مرن جدا تكتيكيا، عنده عنده الحلول، أو زي ما قلت لاعب عنده عايز أقول الفئة الأولى، اللاعب المبدع بكل معنى الكلمة. فهو مهم، أنا شايفه أفضل في فترات كتير، يعني كثبات مستوى من رمضان صبحي، من وليد سليمان دلوقتي. طيب، المهم المباراة عامة. النقطة كمان نسيت أذكرها برضو، استمر غياب أحمد الشيخ. معرفش، يعني في لعنة أحمد الشيخ أنا مسميها مع كل المدربين. يمكن حتى كابتن عبد العزيز كان قال إنه هيهتم بيه وهيبدأ يدفع بيه، وأنا ذكرت إنه مهم جدا جدا يعني يدفع بأحمد الشيخ في التشكيل، وذكرت وما زلت بصمم حتى رغم النتائج الجيدة لكابتن عبد العزيز، لكن الأداء مش الأداء الرائع. أنا ذكرته بأكد تاني، الأداء جيد أو بيميل إلى حد ما للفوق الجيد أحيانا أثناء المباراة الواحدة، لكن ما وصلش أبدا للجيد جدا. أنا ما شفتش مباراة للأهلي في الموسم ده تقريبا كله وصلت للجيد جدا، سواء مع كابتن فتحي، كابتن عبد العزيز، كابتن أو بيسيرو. ما شفتش أداء جيد بمعنى جيد جدا بمعنى الكلمة. فأنا تاني بكرر، الأهلي محتاج السرعات، محتاج اللعيبة اللي تملك المهارة مع السرعة، محتاج مؤمن زكريا في الملعب، محتاج رمضان في الملعب، محتاج محمد حمدي زكي في الملعب، محتاج أحمد الشيخ في الملعب، محتاج ملك إيفونا في الملعب، محتاج صالح الجمعة. السداسي ده لو موجود في الملعب، اتفرجوا على أهلي مختلف 360 درجة. ذكرت ده كتير وكلمت وقلته بالتفصيل، وقلت ده يلعب فين وده يلعب فين وده يلعب فين. المهم، آه، فدي النقطة الأولى اللي ذكرتها. آم، المباراة بالنسبة لصبري رحيل، كمان صبري رحيل أنا مع جدا حتة الدفع بصبري رحيل والصبر عليه. أنا قلتها وذكرتها إن صبري أفضل من حسين السيد في المباريات التقيلة، المباريات اللي يكون عندك جبهة يمنى قوية، عندك خط المنتصف عالي قوي، بيهاجم فريق، بيهاجم الأهلي فريق عنده قدرات. صبري يكون أفضل، إنه الناحية الدفاعية عنده أفضل كتير، عنده اتزان أعلى، عنده أو التوازن بمعنى أصح، أقصد التوازن أكبر من حسين السيد. حسين السيد أفضل في الناحية الهجومية، أفضل في مباراة اللي يبقى أنا كأهلي بهاجم بقوة والفريق الآخر متكتل، إن عنده مهارة أعلى، عنده التكملة بشكل أكبر وأفضل، عنده مهارة زي ما قلت في الأماكن عايز أقول واحد لواحد، أو الكور اللي بتكون مع مدافع واحد بيقدر يعدي بشكل مميز.
يمكن صبري بيتميز في الأوفرات أكتر. المباراة دي أنا شايف كانت محتاجة حسين السيد. يمكن كابتن عبد العزيز إدى لصبري لأنه عايز يثبته عشان المباراة اللي جاية القوية منها مباراة الزمالك، وطبعا هو هيكون الأساسي لأنه هيقابل جبهة قوية، وصبري في النقطة دي بيكون أميز. فدي نقطة كمان حبيت أتكلم عنها. طيب أنا وصلت معاكم للجزء الأول، وإن شاء الله نكمل معاكم في الجزء التاني.